عمرك فكرت قبل كده ان في دلوقتي حالا كائنات صغيرة عايشة على وشك وعلى ايدك وعلى كل حتة في جلدك بتاكل وتشرب، ولو انت شفتها بعينك المجردة دي بس الموضوع هيبقى مرعب. طب سؤال تاني برضو قولي رأيك فيه، تفتكر مين هو أول شخص في التاريخ اكتشف إن في عالم كامل غير مرئي لعين الإنسان المجردة؟ وإيه بالظبط اللي استفدناه بعد كده من الاكتشاف ده؟ النهاردة هحكي لك قصة جهاز واحد بس مش أي جهاز، عشان الجهاز ده كشف لنا عالم ما كناش نعرف عنه أي حاجة، وحرفيا غير تاريخ الطب، ويمكن كمان غير فهمنا للحياة وخلى الإنسان نفسه يشوف نفسه بصورة مختلفة. ومش بس هحكي لك فكرة الميكروسكوب نظريا كآلة أو فكرة نفعت البشر، لكن قدام في الفيديو بعد شوية لما نخلص كلام هفتح ميكروسكوب جديد قدامك ونجربه ونبص على العالم صغير مستخبي في كل مكان حوالينا. وخليك معايا للنهاية لأن اللي هتشوفه للفيديو ده وارد جدا يكون أول مرة تشوفه في حياتك. من قيمة 400 سنة كده تقريبا الإنسان كان نظرته للحياة نظرة سطحية جدا، وكل تفسيراته للحاجات اللي في الدنيا حواليه والظواهر اللي بيشوفها كلها كانت شوية أساطير على خرافات. الأمراض دي لعنة، والجروح بتتلوث لما بتتلوث بسبب الأرواح الشريرة، وهو كله ساعتها كان بيمشي ورا الأسطورة ومحدش كان فاهم حاجة. محدش عارف إن في فيروسات وبكتيريا وخلايا وكائنات دقيقة، كانت حاجات كلها الإنسان ما شافهاش بعينه قبل كده، فبالنسبة له هي حاجة مش موجودة. لحد بقى ما في القرن ال17 اللي هو سنة 1600 وحوالي كده ظهر لنا شويه ناس كده محترمين ولاد اصول بداوا يغيروا لنا المفاهيم دي. واحد بقى من اوائل الناس دي كان العالم الايطالي المشهور جاليليو جاليلي، وده عمل ثوره في زمانه في علم الفلك باكتشافاته الجديده والحاجات اللي قالها اللي محدش كان وصل لها قبله قبل كده، لدرجه ان الكنيسه ساعتها كانت بتتهمه بالهرطقه. لكن بعد مئات السنين يعني اتضح ان هو اللي كان سابق عصره ساعتها، واستخدم العدسات انه يعمل بيها زي تلسكوبات او طرق يبص بيها على الكواكب والنجوم في الفضاء. لكن جاليليو في نفس الوقت برضه جرب يكبر حاجات زي الحشرات واوراق النباتات ويبص عليها هي وحاجات تانية كتير. ومن بعده جه عالم تاني بس المره دي انجليزي واسمه روبرت هوك. وروبرت هوك ده حرفيا كان موسوعه، عنده اكتشافات في الاحياء وفي العدسات والهندسه والميكانيكا، لحد ما في يوم روبرت هوك مسك قطعه فلين صغيره وحاول يكبرها بالمجهر، ولاحظ ان هي متقسمه لزي غرف صغيره كده، والغرف دي سماها لاول مره في التاريخ باسم سيلز او الخلايا. ومن اللحظه دي بقى دخل مصطلح او كلمة الخلية للعلم. بس ولا واحد من دول كان مستعد للصدمة اللي جت بعد كده لما يدخل في الموضوع بطل القصة الحقيقي أنتوني فان ليفنهوك. ده راجل هولندي بسيط جدا، ولا هو عالم ولا هو باحث ولا دكتور جامعة، هو بس كان شغال صانع عدسات بإيده عادي. فان ليفنهوك كان شغال تاجر قماش في بداية حياته، لكن شغفه بالعدسات هو اللي خلاه بعد كده يطور ميكروسكوب قدرته التكبيرية وصلت ل 200 مرة، وطبعا رقم زي ده كان معجزة وقتها. لحد ما في يوم قرر يبص في نقطة مية راكدة، واتفاجئ بقى لما شاف جواها كائنات صغيرة جدا بتتحرك. الكائنات دي عايشة حياتها عادي جدا، بتتحرك وبتاكل وبتعمل كل العمليات الحيوية اللي تحتاجها عشان تعيش. وكان ليفن هوك وقتها هو اول واحد يشوف حاجه زي كده، فده اللي خلاه بعد كده يتسمى بابو علم الاحياء الدقيقه. ومش محتاجين نتكلم كتير، يعني اكيد الاكتشاف ده كان صدمه كبيره جدا للعالم ساعتها. يعني الناس كلها قالت ايه ده، يعني هو في كائنات صغيره عايشه احنا مش شايفينها؟ يعني الامراض دي مش لعنه؟ وقبل اختراع الميكروسكوب كانت حاجه زي العمليات الجراحيه بتقتل ناس اكتر ما بتنقذ حياتهم، لان مفيش تعقيم ومحدش فاهم اصلا العدوى بتتنقل ازاي. لكن بعد الميكروسكوب بقى خلاص اتعرف سبب التعب والالتهابات، وظهر التعقيم واللقاحات، والطب بدأ ياخد شكله الحديث. وبكده الميكروسكوب ما بقاش بس عبارة عن جهاز او اختراع علمي روش يعني، لكن اتحول لسبب كبير انقذ حياة ملايين البشر بعد كده. لان من غير وجود الميكروسكوب ولا كان هيبقى فيه تحاليل ولا ادوية ولا مضادات حيوية ولا تشخيص صح للامراض. وفي البداية الميكروسكوب كان عبارة عن عدسة واحدة بتكبر تكبير محدود زي اللي عمله فان ليفنهوك، وبعدها ظهرت بقى انواع تانية والعملية اتطورت زي الميكروسكوب الضوئي والميكروسكوب الالكتروني اللي بيشوف الفيروسات، ودلوقتي بقى عندنا كمان الميكروسكوب الذري اللي بقى بيقدر يشوف الذرة نفسها. وده كله كان تطور في خلال 400 سنة بس. طيب كل ده كلام نظري جميل جدا، بس السؤال هنا بقى، هل الميكروسكوب عبارة عن بس جهاز علمي ممل ولا ينفع يتحول لتجربة ممتعة في بيت كل واحد فينا؟ النهاردة معايا ميكروسكوب صغير كده اشتريته وهفتحه قدامكم دلوقتي خطوة بخطوة، ونشوف بقى هل نقدر نعيش نفس التجربة اللي عاشها روبرت هوك وفان ليفن هوك من 300 سنة.
ده كده المفروض هو الميكروسكوب اللي احنا هنجربه دلوقتي، بس في حاجة انا استغربتها جدا من ساعة ما استلمته، وهي ان وزنه او يعني شكل العلبة اللي فاضية كده لما تيجي تمسكها خفيفة جدا، كأن الاوردر من جوه فاضي. ده اللي هنكتشفه بقى مع بعض دلوقتي. اول حاجة خلينا نفتح الكيس ده ونكتشف مع بعض ايه اللي جوه. طبعا انا ما صورتش حاجة زي كده قبل كده، فعايزك تعذرني يعني لو في حاجة مش واضحة بتاع صورة مايلة، يعني مشي الدنيا. هو ده. الحمد لله العلبة مش فاضية. هو مش ميكروسكوب قوي يعني، هو عبارة عن مجهر تعليمي عشان انت تستخدمه في التجربة، ويعني تجرب عليه شوية عينات ويفهمك فكرة عمل الميكروسكوب الحقيقي عاملة ازاي. لكن هو خفيف جدا وصغير جدا، بس كمجمل شكله كده من بره قبل ما اطلعه من العلبة هو شبه الميكروسكوب اللي انا اشتغلت عليه في الكلية قبل كده، بس اكيد يعني مش بنفس حجمه ولا بنفس وزنه. خلينا بقى نشوف العلبة من جوه فيها ايه. هنا ده المجهر او الميكروسكوب نفسه، هنتعرف عليه وعلى مكوناته وهنجربه دلوقتي ونشوف بيشتغل ازاي. دول هنا علبتين عشان لو انت كنت عايز تشيل فيهم عينات معينة مثلا او حاجة، ما اعتقدش اننا هنستخدمهم دلوقتي. ودي هنا مش عارف دي ايه بالظبط الصراحة، علبة كده مربعة، مش عارف لو فتحتها من جوه هلاقي ايه. اعتقد دي الحاجات اللي بتستخدمها عشان تغطي بيها الشريحة يعني بتاعت العينة اللي انت هتحطها عشان تبص عليها. ما علينا برضو. ده ايه؟ ده ملقاط عشان لو في عينة رفيعة او حاجة محتاج تمسكها بالملقاط، يعني مش هتعرف تمسكها بصباعك تحطها على الشريحة. وما فاضلش معانا كده غير الشرايح دي شريحة جاهزة هما جايبينها، ممكن ان احنا نبص عليها على طول تحت الميكروسكوب. ودي اعتقد ان هي شرايح فاضية. ايوه، 4 شرايح فاضيين بيجوا معاه، تقدر ان انت تحط فيهم هنا عينة وتبص عليها. هنستخدمهم، وانا كمان كان عندي شرايح تانية في البيت من ايام الدراسة، ممكن ابقى استخدمهم برضو لو دول يعني حصل لهم اي حاجة او خلصوا او اي حاجة. دي كده اصبح ملهاش لازمة معانا، وده هو العريس بتاع الفيديو. الميكروسكوب اللي معانا دلوقتي بعيدا عن حجمه بس مكوناته هي نفس مكونات اي ميكروسكوب تاني. اول حاجه العدسه العينيه، ودي اللي انت بتبص منها عشان تشوف العينه اللي انت حاططها. بعد كده عندك مقبض هنا بيقدر ان هو يرفع العدسه او ينزلها حسب الرؤيه يعني. وبعد كده عندك العدسات نفسها، في عدسه بتكبر 400 مره، وعدسه بتكبر 100، وعدسه بتكبر 1200. على ما اعتقد انا قريت على الموقع ان العدسه الكبيره كانت المفروض تبقى قدرتها 1400 مش 1200، بس ما علينا يعني. بعد كده عندنا الجزء اللي الشريحه نفسها بتتركب فيه عشان تبص عليها. بعد كده عندنا مقبض تاني تحت بيطلع او ينزل الجزء ده. وعندنا مصدر الضوء اللي بينور الشريحه من تحت عشان انت تقدر تشوف العينه. الميكروسكوب ده بيشتغل بالحجاره اللي هي الحجاره القلم العاديه اللي احنا عارفينها، والباب بتاعها من تحت بتتركب هنا كده. الباب مقفول بمسمار، فاعتقد يعني ان هو جاي جواه حجاره جاهزه. ممكن نجرب بقى دلوقتي ننور النور نشوفه هيشتغل ولا لا. ما اشتغلش. جبت مفك عشان اجرب افتح الباب اللي تحت ده واشوف، يمكن هو مش جاي جواه حجاره، وان شاء الله هيبقى فاضي يعني، تبقى هي دي المشكله. فكيت المسمار بعد عناء، نظرا لان المفك اللي معايا مش على قد المسمار بالظبط، بس اتفك اهو خلاص. بسم الله. الحمد لله طلع فاضي وما فيهوش حجره فعلا. هجيب حجرين دلوقتي عشان نعرف نجربه بقى. ادي الحجرين، الحمد لله اني لقيت عندي في البيت، ما اضطريتش انزل اشتري. هركبهم دلوقتي. المفروض بقى دلوقتي اول ما ادوس اون النور هينور. هو النور نور بس مش عارف اذا كان ظاهر في الفيديو ولا لا. كده ظاهر. اللمبه الصغيره دي المفروض هي اللي هتخلينا نشوف العينه كويس. اول حاجه هجربها عليه هي العينه الجاهزه اللي هم باعتينها معاه في العلبه. مش عارف بصراحه هي دي ايه بالظبط، بس يعني غالبا خيوط او الياف من حاجه معينه، بس هم مش قايلين يعني الياف من ايه. هجرب دلوقتي احطها تحت العدسه اللي هي ال 1200 واشوف صورتها هتبقى عامله ازاي.
لو حد هيشتري الميكروسكوب يا جماعه ما يعملش نفس الهبل اللي انا عملته دلوقتي ده، عشان انا مستغرب بقالي ساعه هو انا مش شايف حاجه ليه، وهي اصلا العدسه العينيه في عليها غطا مخبيها عشان يحفظها يعني من التراب وكده. المفروض تشيل الغطا ده الاول وبعدين تظهر لك العدسه الحقيقيه اللي انت المفروض تبص منها بقى. شكل الالياف اللي ظاهر تحت العدسه فعلا يعني واضح جدا، والتكبير حقيقي، والميكروسكوب شغال حلو فعلا. انت اول مثلا ما تيجي تدخل الشريحه وانت بتركبها، المفروض في هنا زي حاجتين كده هما اللي بيمسكوا الشريحه، الجزئين دول. اول ما بتيجي تدخلها كده بتحاول تظبط ان المكان اللي عليه العينه بالظبط يبقى فوق بقعه الضوء اللي جايه من اللمبه اللي تحت، اهو بالشكل ده. يعني اتمنى ان هي تكون ظاهره في التصوير كده. بقت اللمبه ضاربه في العينه من تحت فمبينه الصوره، وفي نفس الوقت العدسه دي واقفه فوق العينه على طول، فلما تيجي تبص من هنا تشوف الصوره بعد تكبيرها. طبعا لازم العينه تكون طبقه رفيعه على قد ما تقدر، يعني تكون هي حاجه واحده من الحاجه اللي انت عايز تبص عليها، عشان اي طبقات بتتحط فوق بعض بتتخن الصوره وبتخلي الضوء ما يخترقهاش، فبالتالي ما بتعرفش تشوف حاجه واضحه. يعني دي كده كانت العينه اللي هم باعتينها ان انت تبص عليها جاهزه على طول تحت الميكروسكوب، لكن انا بقى مش هسيبها كده ومش هكتفي بدي وخلاص، عايز اجيب كذا حاجه تانية من البيت حواليا ونشوف شكلهم هيبقى عامل ازاي تحت هذا الميني ميكروسكوب. اللي حصل دلوقتي ان انا عايز اشوف شكل الشعر تحت الميكروسكوب عامل ازاي. ما عنديش اي فكره هي ظاهره ولا لا، بس يعني انا قصيت شعره من دماغي وحطيتها دلوقتي على الشريحه وهحطها تحت الميكروسكوب. ده كان هو شكل الشعرة تحت الميكروسكوب بعد ما ظبطت ارتفاع العدسة والفوكس بتاعها، وقررت بعد كده ان انا ابص على شوية حاجات تاني وما اكتفيتش بالشعرة بس. حاجة مثلا زي السكر والملح، لو بصيت عليهم وهم محطوطين جنب بعض كده من بعيد هتحس ان هما الاتنين عبارة عن فتافيت وخلاص لونها ابيض، لكن مش هتلاحظ الفرق الجوهري اللي بينهم غير لما تاخد عينة من كل واحد فيهم وتكبرها وتشوف بعد كده بقى بعينك الشكل الهندسي المكعب الحاد لذرات السكر، مقابل البلورات العشوائية المكسرة للملح اللي حروفها مش منتظمه. ولو كنت بعتقد يعني من جوايا ان شكل الصورتين دول هيختلف لو جبنا عينتين تانيين من سكر وملح من انواع مختلفه حسب مصدرهم بقى او خشونتهم او درجه الطحن اللي هم فيها. وواحده كمان من اشهر واهم الشرايح اللي ممكن تبص عليها تحت الميكروسكوب هي شريحه البصل، ودي اول شريحه انا كنت عملتها بايدي من 6 سنين تقريبا. هي عباره عن انك بتجيب بصله كده وتفتحها تقسمها نصين وتيجي على النسيج بتاعها من جوه وتاخد منه طبقه رقيقه جدا باستخدام الملقاط، وتحط الطبقة الرقيقة دي فوق الشريحة وعليها نقطة زيت للتثبيت. المفروض الزيت ده يبقى صبغة او اي لون لتمييز الشكل، بس انا ما كانش متوفر عندي فاستخدمت زيت عادي. وبعدين بتحط قطعة مربعة تانية كشريحة مساعدة لتثبيت العينة على الشريحة الاصلية، وتاخد بقى الكلام ده والشريحة دي بعد ما بقت جاهزة وتطلع على الميكروسكوب. واول ما تظبط الاضاءة او فوكس العدسة بتاعتك هتلاقي نفسك شايف نفس المنظر اللي ظهر لروبرت هوك وشافه بعينيه من 300 سنة او اكتر، ساعة ما قلنا انه اول مرة تظهر له الغرف دي وسماها الخلايا. وده معناه انه ايوه كل مستطيل من اللي ظاهرين قدامك دول هو خليه نباتيه من خلايا البصل اللي قدرت اشوفها بعيني باستخدام الميكروسكوب ده. ومن فتره من قيمه شهر تقريبا كنا جبنا سيره المناديل في فيديو من الفيديوهات قبل كده، وعرفنا ان هي بتتكون من جواها من مسارات او انابيب ضيقه جدا وصغيره. فانا حبيت ان اشوف شكلها على الطبيعه بعد ما كنا عملنا التجربه، وفعلا العينه في الميكروسكوب كانت واضحه والعين اللي بتبص لها في الحقيقه تقدر تشوفها فعلا. لكن الصوره اللي قدامك هي احسن حاجه عرفت اصورها بعد محاولات كتير. الفوكس بتاع كاميرا الموبايل ما كانش راضي يظبط خالص تقريبا، يعني من كتر ما الخيوط دي صغيره الكاميرا مش عارفه تلقطها. بس المهم يعني ان العينه دي على الحقيقه كانت اوضح من كده بكتير، والميكروسكوب ده قدر فعلا انه يظهرها. بعد كده ما كنتش عارف اشوف ايه تاني، فقلت اما ابص بصه على مسحوق الغسيل، وشكل العينه كان عامل كده شبه الملح، شويه اجسام متكسره وحروفها مش منتظمه. وانا عايز اقول برضو ان انا مش الواد الفرود يعني في استخدام الميكروسكوب، لا خالص، يعني بالعكس انا لسه قدامي كتير جدا عشان اتعود عليه واقدر افهم بالظبط ايه اللي اقدر اشوفه وازاي اخليه يظهر هنا باحسن صوره ممكنه. فكل اللي عرضته لكم ده كان تجربه مبتدئ مش اكتر. بس انا دلوقتي بقالي يومين او 3 فاتح الميكروسكوب ده، يعني جزء الانبوكسنج اللي انتوا شفتوه من شويه كان متصور قبل ما انا قاعد بصور الفيديو ده دلوقتي. انا دلوقتي بصور بعد التجربه الكامله للميكروسكوب ده لمده يومين او 3، بصيت بيه على كذا حاجه جت في دماغي حبيت ان اشوفها تحت الميكروسكوب، منهم اللي عرضتهم في الفيديو ومنهم حاجات تانية فشلت ومعرفتش اطلع بيها صوره حلوه. بس الفكره اللي انا عايز اقولها يعني ان الميكروسكوب حرفيا لحس لي دماغي. بقيت الاحظ كده ان انا عدى عليا في وقت من الاوقات ساعه زمن كامله انا ما حسيتش بيها من كتر ما انا قاعد بحاول بس اظبط في عينه عشان تطلع صوره حلوه تحت الميكروسكوب.
ودي بالنسبه لي حاجه حلوه جدا. الحاجه اللي تسحلني وتخليني ما احسش بالوقت دي معناها ان حاجه انا حبيتها. والميكروسكوب ده خلينا اكون صريح معاك، هو مش مصنوع من احسن خامات في الدنيا، لكن بالنسبه لسعره اللي يعتبر رخيص فهو اكتر من كافي. يعني هو ميكروسكوب تعليمي حجمه تقريبا قريب من حجم كف الايد، وظيفته كلها ان هو بس يوصل لك الفكره، وبيعمل وظيفته دي على احسن صوره، وبيطلع اللي يرضي واحد هاوي زيي. يعني انا مش باحث في الفيزياء النوويه، وممكن اعتبره كمان بوابه من خلالها، يعني بعد ما اتعود عليه فتره ممكن بقى اخش عالم الميكروسكوبات من خلال جهاز تاني اكبر وفيه امكانيات اكتر، وده اللي انا ناوي عليه ان شاء الله. وفي كل الاحوال لينك طلب الميكروسكوب ده هسيبهولك في الديسكريبشن او صندوق الوصف اللي تحت الفيديو، في حاله لو كنت انت كمان حابب تشتريه وتعيش نفس التجربه اللي انت شفتها في الفيديو. وهستنى منكم في التعليقات ان انتوا تقولوا لي افكار اكتر لعينات اقدر ابص عليها تحت الميكروسكوب، وممكن اشارككم بالحاجات دي مثلا في شورتس او في ستوريز على الانستا. وبس كده، دلوقتي تقريبا اقدر اقول ان كل الكلام اللي كان عندي للفيديو ده خلص خلاص. فعلا الفيديو ده انا شغال عليه بقالي فتره، والفكره في بالي وعايز اعملها باحسن شكل ممكن، ففعلا نفسي ان الفيديو يكون عجبكم بجد. وعايز اعرف ده بقى من خلال ان انت تنزل تدوس لايك من زرار اللايك اللي تحت الفيديو، وتشترك في القناه لو ما كنتش مشترك. واخر حاجه هقولها لك قبل ما الفيديو يخلص، لو كنت يا سيدي اول مره تشوفني خش خد لك لفه كده في باقي الفيديوهات اللي موجوده على القناه، وان شاء الله هتعجبك. وبس كده، سلام.